سلام الله عليكم إخواني المتتبعين في حلقة جديدة. إليكم أبرز العناوين: وزير خارجية إسبانيا يحل بالمغرب، ويلتقي وزير خارجية المغرب ناصر بوريطة. تباحث الطرفان السبل الكفيلة بالدفع بالعلاقات الثنائية بين البلدين وتنزيل خارطة الطريق وترسيم الحدود البحرية وإرجاع الجزر المحتلة وفتح المعابر الحدودية. التفاصيل مثيرة في هذا الجانب. وفي موضوع آخر، الجزائر تفشل في استغلال ورقة الغاز وترضخ للضغوط الإسبانية بعودة العلاقات بينهما وترفع عدد الرحلات الجوية نحو المدن الإسبانية. هنشوف معكم أهم التفاصيل، ولكن رجاء دعمكم لنا ضروري لنواصل تقديم الجديد. إن أعجبكم الفيديو فلا تترددوا، دونوا آراءكم واضغطوا على لايك وفعلوا زر الجرس لتتوصلوا بالجديد وبارطاجيوا مع الأصدقاء ديالكم دعما لهذه القناة، والله معنا على بركة الله. تحدثت وزارة الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني على أن الزيارة التي قام بها وزير خارجية إسبانيا خوسي مانويل ألباريس إلى المغرب كانت ناجحة، وتأتي في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الجارين وتعزيز أواصر الصداقة وتثمين العلاقات الاستراتيجية بين البلدين. فمنذ اللقاء الذي جمع بين العاهل المغربي الملك محمد السادس ورئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز في 7 أبريل سنة 2022، عرفت هذه العلاقات تطورا ملحوظا. فخلال هذه الزيارة التي قام بها ألباريس إلى المغرب، التقى وزير الشؤون الخارجية والتعاون والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، وتباحث الطرفين عدة قضايا ما زالت عالقة بين الطرفين الإسباني والمغربي، أهمها قضية ترسيم الحدود البحري وفتح المعابر الحدودية لسبتة ومليلية وإرجاع الجزر المغربية المحتلة من طرف إسبانيا إلى المغرب. زيادة على هذا، تباحث الطرفين حول السبل الكفيلة بالدفع بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين وتسريع تنزيل خارطة الطريق الموقعة بين الحكومة الإسبانية والمغربية في 2 أكتوبر من السنة الماضية. وفي موضوع آخر، أعلنت السلطات الجزائرية استئناف الرحلات الجوية بين المطارات الجزائرية والإسبانية، خاصة مع المدن الإسبانية الكبيرة مثل برشلونة ومدريد، حيث ستعمل على تسخير رحلتين جويتين من الجزائر إلى مدريد أسبوعيا، فيما ستعمل على رفع من وتيرة الرحلات الجوية تجاه برشلونة من 4 رحلات في الأسبوع إلى 7 رحلات في الأسبوع، فيما ستعمل أيضا على ربط خطين جويين بين جزيرة مايوركا الإسبانية والعاصمة الجزائرية بعد فشل ورقة الغاز في الضغط على إسبانيا للتراجع عن الاعتراف بمغربية الصحراء، خاصة بعدما استطاعت إسبانيا إيجاد العديد من الشركات الراغبة في تزويد إسبانيا بالغاز. وجدت الجزائر نفسها هي الخاسرة الأكبر من هذه المقاطعة، وأضحت تهرول لإعادة العلاقات مع إسبانيا بعدما تضرر الاقتصاد الجزائري وبدأت الاستثمارات الإسبانية تهرب من هذا البلد واحدة تلو الأخرى. إلى هنا أكون قد وصلت إلى نهاية هذه الحلقة، أكتفي بهذا القدر. إلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.